هتعمل ايه في السي في؟ انت هتقدم استقالتك، انت دفعت النت، انت كنت مبسوط اكتر من كده يا دكتور. لو هتموت بكره انا جعان. هتعمل ايه دلوقتي؟ هتعمل حلقه؟ انت هتخلص الكتاب ده ازاي؟ انت هتصحى فكرت ازاي في نوع بكرة؟ التليفون؟ هتصالح صاحبك فاكر ازاي؟ الشتا اللي فات؟ معقول لسه ما خدتش هو قرار؟ القبض هينزل امتى؟ هتلحق تخلص قراءة؟ هو الحب شيء حقيقي؟ هتمنتج الحلقة بايه؟ انت لازم تشوف لك حل. انا بفكر كتير، اكتر من اللازم. بحاول اسيطر، مش عارف اعيش اللحظة. يا بحلل اللي حصل او خايف من اللي ممكن يحصل. كل كلمة بتتقال بتفضل تتكرر في عقلي لحد ما اتعب. ما بقدرش اوقف. انا مش عارف اخرج من دماغي. السلام عليكم يا صديقي. طبعا بتسأل نفسك ايه غزارة الانتاج دي؟ احب اقول لك طول ما في اكتئاب طول ما في غزارة انتاج معروفة. المهم، سنة 1921 كان في قائد انجليزي اسمه إرنست شاكلتون بيقود بعثة استكشافية للقطب الجنوبي، وفجأة قامت عاصفة. لقى نفسه قدام قرار مصيري، يكمل الرحلة في العاصفة ولا يرجع. وقف 3 ساعات يفكر وما أخدش قرار. العاصفة دخلت، السفينة اتحطمت، بعض رجالته ماتوا واللي نجا عاش بعهات. المحللين قالوا ان اللي قتله مش العاصفة ولكن التفكير اللي ملوش اخر. فلو انت يا صديقي العزيز بتفكر في اللي فات واللي جاي او الاتنين مع بعض ومش قادر تطفي دماغك، فمبروك، حضرتك عندك فرط تفكير. ركز معايا بقى علشان هفك دماغك وهركبها لك تاني، وهعرفك ازاي المخ اللي المفروض يساعدك بيعلقك في نفس النقطة. فرط التفكير مش معناه انك ذكي، ومش انك بتحلل الدنيا. فرط التفكير هو ان دماغك بيعيش فيه لو، يا ريت، وايه اللي هيحصل لو. وده مش مجرد قلق، دي حلقة دوارة، كأنك محبوس في فيلم رعب عقلي. في علم النفس ده اسمه رومينيشن، التكرار القهري للأفكار السلبية. المخ بيعيد نفس الفكرة زي شريط مش عايز يخلص. واللي يوجعك ان معظم الوقت انت عارف انك بتفكر كتير ولكن مش عارف توقف. فرق شاسع بين التفكير الطبيعي وفرط التفكير. التفكير الطبيعي انك تحلل المشكلة وتوصل لحل وتبدأ تنفذ، ولكن فرط التفكير انت بتحلل وتحلل وتحلل، تنشف دماغك وما بتعملش حاجة. التفكير الطبيعي بينتج أفعال، فرط التفكير بينتج قلق، توتر، صداع نصفي وتليف عضلي. في تجربة اتعملت على طلاب جامعة خلوهم يسجلوا أفكارهم لمدة 3 أيام. اللي كتب أكتر من 15 مرة في اليوم نفس الفكرة طلع عنده نسبة توتر أعلى بنسبة 30%. المخ بيرجع لنفس المربع الأول، زي حمامة محطوطة في قفص بتخبط كل شوية في حاجز القفص. عندنا أنواع كتيرة من فرط التفكير، منهم التحليل المفرط، اللي هو قال الجملة دي ليه؟ هو كان قصده إيه؟ طب لو ما كانش قصده كده؟ طب لو كان قصده كده؟ طب أنا قلت له إيه؟ طب كان لازم أقول كذا؟ فأنت كده دخلت متاهة. وعندنا التفكير الوقائي، وده بيتمثل في جملة زي مثلا لو اتأخرت في الرد هيفكر إني مهمل، وبعدين هيسيبني، وبعدين هموت لوحدي، ومحدش هيحضر جنازتي. في نوع تاني اسمه إعادة الماضي، بتعيد مشهد قديم، نفس الكلام، نفس الجملة، نفس الوش، وكل مرة بوجع أكتر وأكبر. فرط التفكير مش ضعف، ده أحيانا بيكون آلية دفاع. المخ بيحاول يسيطر علشان يحميك، لكن في الحقيقة الأسباب أعمق، زي الخوف من الفشل، من الرفض، من الاختيارات الغلط. وجايز ممكن يكون بسبب الطفولة، التربية اللي كان فيها نقد مستمر اللي خلتك دايما حذر. وممكن برضو المثالية المفرطة، انت مش بترضى بحلول وسط فبتفكر لحد ما تتشل. وجايز تكون الثقافة، في مجتمعاتنا النجاح مربوط بالتفكير العميق، واللي بيفكر كتير بيبقى فاهم أكتر، وده غلط. وده يا صديقي ممكن يسبب لنا مشاكل نفسية وجسدية، وتأثر مثلا على النوم، دماغك ما بتسكتش حتى وانت نايم، وبيأثر على الجهاز العصبي، بيخلي الجسم دايما في حالة تأهب، بيأثر على الهضم لأن في علاقة بين القلق والأمعاء، وده مثبت في أبحاث كتير. وبيأثر على الصحة العقلية، زي الاكتئاب والقلق بيزيدوا جدا مع فرط التفكير. الأشخاص اللي عندهم فرط تفكير أظهروا نشاط مفرط في الديفولت مود نتورك، الجزء المسؤول عن استرجاع الذكريات والتخيل. يعني حتى وانت مش بتفكر مخك شغال.
كيف نحل هذه البروبلم؟ أولا التسمية. أول خطوة وقف دوامة التفكير، يعني قول أنا بفكر دلوقتي. رقم 2 الكتابة. طلع اللي جواك على ورق. أثبتت الدراسات إن كتابة الأفكار بتقلل توتر المخ بنسبة 27%. مش عارف ليه 27%، بس هو كده. رقم 3 وقت التفكير. خصص 30 دقيقة يوميا للتفكير الحر، براها المخ هيتعود إنه يفصل باقي الوقت. رقم 4 التحرك. أي نشاط بدني حتى المشي بيساعد المخ إنه يتنفس. رقم 5 التأمل وتمارين التنفس بتقلل نشاط المناطق المسؤولة عن التفكير الزائد. رقم 6 اسأل السؤال الصح. بدل ما تسأل ليه حصل كده، اسأل أنا المفروض أتقدم خطوة لقدام إزاي. صديقي اللذيذ، احنا بنتخيل إن التفكير بيحل المشاكل، لكن الحقيقة التفكير المفرط بيخلق مشاكل ما كانتش موجودة. اللي بيعدي الشارع بيفكر وهو بيعدي، مش وهو واقف على الرصيف. والماء الراكد بيبوظ، زي الفكرة اللي مش بتمشي. المخ أداة مش قائد، لو سبت له القيادة هيوديك في دوامة مش هتعرف تخرج منها. في قصة فلسفية كده عن راعي غنم كان بيفكر في الدنيا وهو بيبص للسحاب، لحد ما ضاع منه القطيع. سأل نفسه أنا كنت بفكر في إيه؟ ملقاش إجابة وملقاش القطيع. فرط التفكير مش علامة ذكاء، دي علامة إنك محتاج توقف وتاخد نفس. لو وصلت لحد هنا فأنت غالبا بتفكر كتير، وده معناه إنك تستاهل وقفة. اعمل لايك واشتراك، بس بلاش تقعد تفكر كتير اشترك دلوقتي ولا بعدين. خد القرار وسيب دماغك ترتاح شوية.